السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم ديليس رفيعه. اليوم غنحضر معكم ميني كيك بريستيج بطريقه سهله ومبسطه بكريمه اقتصاديه. ندوزو الان بالنسبه للمقادير. فغنحتاجو 2 حبات ديال البيض يكونوا متوسطين في الحجم، ياغورت بذوق البنان ولا الفانيليا، نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب وكاس ديال السكر. عندنا هنايا دقيق حسب الخليط، تقريبا 3 ديال الكؤوس ديال العنبه، وكيس بوزن 16 غرام من خميرات الحلويات. ندوزو الان الطريقه ديال التحضير. فاول حاجه غناخذ واحد الاناء غنفرغوا فيه البيض والسكر، كذلك غادي نضيفوا الحليب والياغورت والزيت. غنضيفوا جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ولا غنطربوهم فقط بالخلاط اليدوي. غنخليو غير الدقيق والخميره اخر حاجه. صافي، هنا من بعد ما غنطرب هاد المكونات جيدا مع بعض مباشره غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. غنضيف نصف الكميه فقط وغنزيد عليها الخميره ديال الحلويات ونخلط الكل. كيف ما كتشوفوا معايا الخليط كيكون بهذا الشكل هذا، ماشي ثقيل وماشي خفيف. في هاد الوقيته غادي نقسم الخليط ديالي على 4 ديال الزليفات. هنا بالنسبه للخليط الاول فقط غادي نضيفوا عليه الدقيق حتى كيتقل لنا الخليط شويه. بالنسبه للباقي ديال الخليط فغادي نبدا نضيف عليه النكهات والالوان اللي غادي نستعملوا. يمكن لكم تستعملوا اي لون واي نكهه بغيتو. هنا نبدا اول حاجه باللون الاحمر، فهذه النوعيه اللي كنستعمل. غادي نضيف منه تقريبا واحد راس ملعقه. ممكن كذلك انكم تزيدوا النكهه ديال الفريسه ولا ديال الفرomboise على حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه للخليط الثاني فغادي نضيف عليه ملون اخضر. بالنسبه للكميه ديال اللون فكتبقى على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوا اللون يكون خفيف ولا لون غامق. غنضيف ايضا النكهه ديال البيستاش، كتبقى اختياريه، الا ما كانتش عندكم يمكن لكم تستغناو عليها. وبالنسبه للخليط الثالث فغادي نضيف عليه ملعقه كبيره من الكاكاو المر. صافي، هنا بالتدريج غادي نبدا نضيف الدقيق. ضفت للخليط الاول تقريبا واحد ملعقتين او 3 معالق كبيره وغنخلط جيدا. كذلك غنستمروا بنفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا القوام ديال الخليط ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف على هذا الشكل هذا. هنا مباشره غادي نكونوا دهنا القوالب ديالنا بالزيت من قبل، وغنبداو نعمروا القوالب ديالنا. تقريبا في كل وحده كنعمل ملعقه كبيره ونصف، ما تعمروهمش بزاف باش ما يفيتلكمش في الفران. هنا في هذا الاثناء كنكونوا سخنا الفران ديالنا على 180 درجه بالنسبه للنار من الاسفل فقط حتى كيقربوا يطيبوا، وكنشعلوا النار من الفوق غير واحد 5 دقائق وكنخرجوهم. في هذا الوقيته غندوزو باش نحضروا الكريمه. غنحتاجوا ملعقتين ديال كريم باتيسري، ملعقتين ديال السكر ولا اكثر على حسب الذوق ديالكم. غنفرغوهم في اناء وغنضيف كاس ونصف ديال الحليب. صافي، هنا غنخلطوا الخليط ديالنا بالخلاط اليدوي. غنحتاجوا ايضا 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين غنرطبهم في الماء، ومباشره غادي نحطوا الاناء ديالنا على النار حتى كتعقد لينا الكريمه مع التحريك المستمر. كيف ما كتشوفوا كيكون هذا هو القوام ديالها. غنضيف 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين. ممكن انكم تستغناو عليهم الا ما كانوش عندكم، بحق يستحسن انكم تعملوهم باش تجي الكريمه عاقده وشابره في راسها وتصبر معكم مده طويله خارج الثلاجه. هنا غنحرك جيدا حتى كيذوب داك الجيلاتين، وغنقسم الخليط ديالي الى نصفين. النصف الاكبر غنحتفظوا به جانبا، والكميه القليله اللي خلينا فغنضيفوا عليها شوكولا سوداء اي نوعيه تكون متوفره عندكم. يستحسن انكم تعملوا نوعيه جيده. انا استعملت اقبيل بنسبه ديال 55% ديال الكاكاو. صافي، غادي نحرك حتى كيذوب داك الشوكولا وكندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا جيدا لمده ديال نصف ساعه. هنا كيف ما كتشوفوا لي ميني كيك اللي خرجناهم من الفران كنقلبوهم بسهوله، كيكون هذا هو الشكل ديالهم. غنخليهم حتى كيبردوا وغندوزو باش نعمرهم بالكريمه. بالنسبه للكريم باتيسري اللي حضرنا فطربته جيدا بالطراب الكهربائي، وغادي نبدا نضيف عليها الكريمه السائله اللي طربناها من قبل. بالنسبه للكميه ديال الكريمه السائله فهي 200 غرام. غنبقاو نضيفوا الكريمه السائله على الكريم باتيسري بالتدريج وحنا كنطربوا جيدا بالطراب الكهربائي. وكتنكهوا الكريمه ديالكم باي نكهه بغيتو، ديال البرتقال ولا ديال الفريسه ولا ديال البيستاش. هنا انا ضفت النكهه ديال الليمون.
في كل مره كنضيفوا النكهه كنطربوا بالطراب الكهربائي. هذا بالنسبه للكيك ديال الليمون. الكيك ديال البيستاش كذلك ضفت النكهه ديال البيستاش للكريمه. بالنسبه للكيك الاحمر احتفظت بالكريمه بدون اي اضافات. صافي هنا غادي نعمر الكريمه في البوش وغادي نبدا نعمر الوسط ديال الكيك بهذا الشكل، وكنزينوهم باي حاجه متوفره عندنا. التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما زينتهم. بالنسبه لكل كيك كنحطوه في لونكيط ديالو وكنستفوهم في البلاطو. فبالنسبه للثمن اللي كنخرج به هذا البلاطو هو 80 درهم. ممكن انكم تخرجوا باكثر ولا اقل على حسب المدينه ديالكم. وإلا خدمتوا بالكاناش في عود لا كريم دبلومات فكتخرجوا البلاطو ديالكم بين 100 درهم حتى ل 120 درهم.